حصري على قناة الشاعر أبو غزوان. هذه القصيدة كتبتها لصاحبي ولم أتوقع أنه شاعر وفاجأني بالرد. قلت أنا: يقول أبو غزوان بشعره والكلم: خطي حروفي يا هواجيس الوسام، وعرفي من كان في قلبه ألم، ابن الأجاود له معزة واحترام، قد عمنا أكرم موصوف بالكرم، ومن أجاويد الوفاء والإكرام، فنحترم إلى الذي هو محترم، وقدره لو صار حبي له هيام، ما قد بنوا مكة إلا في الحرم، ولا بنوها في ميادين أرض سام. والشمس تشرق يا حبيبي من عدم، من غيبت فتصبح الدنيا ظلام، والذيب لو طالت حياته من هزم، والوعل من بعد الممات يبقى حطام، والسقر ما يرتاح إلا في القمم، والعيش يقطع في شرايين العظام. يا ابن عيسى شوف جمال فيك احتزم، لأنك سنافي وقت ضيقي والحزام، أقسم بربي إن بعض الناس همم، شامخ كيانه مثل أكرم. والختام: صلوا على طه شفيع كل الإمم، يا سامعين القول مني والسلام. وهذا الرد من أبو كريم، قال: ردي أنا أبو كريم يوصل لك سلام، يا من وصفني بالقصايد والكلام، أخجلتني بشعار حروفك والكلم، واجبرتني بالرد من دون اهتمام، سلام مني لك يوصل لك علم، والأصل من طبعي أرد الفن سلام. شوفوا جمال كيف قد مدحني بالكلم، وأنا مدحته بالمودة واحترام، أنت الوفي والأخ وأنت المحترم، وأنت الذي ساكن بقلبي والأعذام. يا من مدحني في ألف وكاف لم، فأنا أمدحه أضعاف من وزن الجرام، رديت عليكم أنا شاعر منتظم، وليس أقول الشعر من سن الفطام، هذا جوابي قد كتبته من عدم، وأنت شوفه لو عسى هذا تمام. واختم قصيدي بالصلاة سيد الشيم على محمد والصلاة مسك الختام والسلام.